صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين على احلى متابعي قناه ابداعات مياده. ان شاء الله كيما تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وسلامه يا ربي وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو مباشره في الموضوع اللي شاغلنا كامل هاد الايامات، وخاصه النهار تاع اليوم غدوه ان شاء الله راح يكون نتائج تاع وليداتنا ان شاء الله. بعد تعب وبعد سهر وبعد يعني ما وقفنا عليهم وحرصنا عليهم، ماذا بنا يعني، واكيد راح تشاطروني الراي كامل نحبوا وليداتنا يكونوا متفوقين ومتميزين. مي كاينه حاجه لازمنا نعسوا رواحنا كيفاش نستقبلوا النتائج تاع وليداتنا، يعني اللي حبيناهم في المستقبل يكونوا متميزين ويكونوا ناجحين، لازمنا نخدموا على هذه المرحله اللي راهم فيها دركا، يعني تاع البريمير ولا تاع المتوسط. يعني مام في الثانويه نعرفوا كيفاش نستقبلوا النتائج تاع وليداتنا، يعني يكونوا عندنا هذاك التقبل. يعني قادر في ماده يجيب مليح، في ماده ما يجيبش مليح، سي بارابي تكون عندنا هذيك ردة الفعل العنيفه اللي نحسوا الطفل وكانه دار جريمه، مثلا كي طاح في ماده ولا ما جابش النقاط في ماده، دي فوا ستريس والضغط وما مليش قدر اي ظرف ياثر على هذاك بنك يخليه ما يجيبلكش النتيجه اللي انت متمنيتها ولا النتيجه المرضيه. سي با لابان تكوني نتيا والزمان عليه كما يقولوا. الوقت راه صعيب دركا، والمقارنات يعني انا نشوف في امهات بزاف راهي تقارن في ولدها مع ولد جارتها مع ولد اختها، الولاد مع بعضاهم، يعني تلقاي الخاوه في بعضاهم يعايروا مثلا الكبير مثلا جاب مليح، يعايروا الصغير يقولوا له انت ما جبتش كي خوك، له كذا، شغل يسمعوا هذيك الحوايج السلبيه اللي يخليو الطفل هذاك يهز غيره ويهز الحقد على خوه ولا على جاره، يعني ويسبب له ازمه نفسيه. يعني صراحه نحاولوا كيفاش نخلي ولادنا يتنافسوا مع رواحهم، ما تنافسيش مع خوه ولا مع جاره ولا مع زميله في القسم، ولا دائما حدي له الهدف. احنا عبالنا بلي النقاط المليح وين هما يا اخي، عبالنا العلامه المليحه وين هي، ها هي وين هي قدامك، شوف معاها واسعى اليها، ماشي ان كي جاب زميلي كذا لازم نجيب كيما هو ولا خير منه. تما حدوا الاهداف لاولادكم وخليهم يتبعوهم. اللي يتبع الناس ما يروح حتى البلاصه، راح يتشتت وراح يفقد العزيمه تاعو. كي يطيح مع ناس ضعاف يفقد العزيمه تاعو، وكي يطيح مع ناس قويين راح يفقد الطاقه تاعو. يعني صراحة راح يولي يخدم فوق الطاقة تاعو ويولي يتشتت ويشوف فلان جاب اكثر مني، فلان جاب اكثر مني، لازمني نجيب كذا، ويبقى غير يتشتت ويشوف ويقارن. بصح كي يطيح في بلاصة مثلا، يطيح في قسم ضعيف يجيبوا فيه علامات ضعيفة مثلا، تبرد العزيمه تاعو هذيك. المهم راني خير عليهم، تما اللي جاب 4 المعدل هو جاب 5 ويحس في روحه مليح صاي. فهمتوني كيف نحاولوا نبعدوا على المقارنه قدر المستطاع. انا شفت امهات يعني ربي يهدينا ويهدي جميع المؤمنين ان شاء الله، كاين اللي قاعده قدام الباب تاع المدرسه وتسقسي في فلان قداه جبت وفلان قداه جبت، وبنها يسمع يعني شوف فلان واش جاب، شوف انت واش جبت، شوف كذا الطريق كامل وهي عقابه. تما تروح تجيب بنها ولا تروح باش تهز النتائج تاع بنها. انا شي واش شفت انا يعني هكا قدامي، يعني حالات حيه. تقارنوا، شوف ولد فلان شوف ولد فلان، انت له ما جبتش كذا انت، وتسمعوا حتى كلام يعني ماهوش مليح. دي فوا يوصفوهم بالحيوانات، دي فوا يوصفوهم بواحد الكلام يعني. انا على بالي الامهات ما احناش حابين نقيسوا ولادنا، بصح لازمنا نعسوا رواحنا في النقطة هذه. دايما نسمعوا ولادنا انت بطل، انت فحل، انت تقدر تجيب خير من هكذا، كون ركزت شوية كنت قادر تجيب خير من هكا. كي نحكي من الورقة تاع بني، شوف هنا وين غلطت مثلا، كون هنا كنت قادر تراجعها مثلا ولا تركز معاها، كنت قادر تجيب خير من هذه النقطة، مش نقولوا خير من فلان يعني. وكي يكون مثلا الامتحان اللي عدى ولا الموسم اللي عدى جاب مثلا نعطيكم مثال 6 مثلا في مادة، الخطرة هذه جاب 7 مثلا، نحسوه بالإنجاز. فوالا قال هاك تقدمتك زدت نقطة، يعني والله هاك نقصت نقطة مع روحه، خليه يتنافس مع روحه باش يحاول يتقدم للقدام. هكا تلقيه الخطا الجاي يحب يخدم لك خير من النقطة هذيك. انتيا تحسي روحك بنك راهو قاعد يطلع وهو يحس بروحه قاعد ينجز،
قاعد ينجز، مادام جاب نتيجة خير من روحه المرة اللي فاتت يحس بهذاك الشعور بالتفوق. ليش تا نقطة، ليش تا نص نقطة؟ شجعوا عليها، شجعوا. التشجيع يدير المستحيل، يدير المعجزات، يحقق المعجزات. احنا الكبار يعني احنا رانا في العمر هذا اكيد الحين تشاطروني الرأي، تأثر فينا الكلمة الطيبة وتأثر فينا الكلمة اللي تجرح وتأثر فينا. يعني انتي كأم كون يجي مثلا الزوج تاعك يعلق هكا لو كان حتى بكلمة تتأثري نفسيا وتبكي وقاعدة تحكميها في قلبك سنين، وانتيك يا نهار جيت درت هذيك الحاجة مون با شجعني، مون با شافني واش درت، مون با كذا، ما شافش الحوايج الملاح، شاف الحوايج اللي من غير ماشي ملاح، راه ياكد لي غير على الحوايج اللي ناقصين، ما يشوفليش الحوايج اللي درتهم. هكذا نفس العقلية نخدموها مع أولادنا. يعني صار انتي كبيرة وحسيتي بالإحساس هذا، وما بالك بطفل صغير وش راح يحس كي تبداي عقابو هكذاك وما درت والو، ما تقراش، انت كذا انت كذا. يعني الله المستعان، ربي يقدرنا ان شاء الله على وليداتنا. على بالي المسؤوليه ماهيش سهله، وباش الانسان يتحكم في اعصابه ويتعامل مع وليداته هكا ما نقولوش بالبروده هذه، نقولوا بحكمه. يعني هذه الانسان يتعامل بالحكمه. يعني لاش حاجه يغيظتك في قلبك لداخل سي بارابيل تبينيها له باللي راك درت فيا جريمه، انا نسمح وحده طلعت لي لا طونسيون، طلعت لي السكر، هاك قتلتني، هاك كذا. يعني على جال النتائج، على هذه على جال النتائج تاع الامتحانات كارثه. كاينه نقطه واحده اخرى ثاني تاع كي نديو العطله كامل نمشيو كامل نحبوا نروحوا نضيفوا يعني عند العائله تاعنا. الموضوع الاول اللي نبداو نحكيو فيه كي نروحو نضيفو ولا كي يجيو عندنا ضياف، قداه جابوا المعدلات ولادك. تبدا انتي تحكي بالواحد، هذا جاب كذا، هذا جاب كذا، هذا شو كاني في النقطه كذا، وتحكي كل شيء قدام ولادك يتفرجوا، ولادك يسمعوا. يعني تخيلي انتي الاحساس تاعهم كيفاش يكون. انا نهضر هنا على الناس اللي جابوا المعدلات ضعيفه. اما اللي جاب المعدلات كبيره راح تكبري فيه هذاك التفاخر، وتكبري فيه التكبر، وتكبري فيه هذاك تاع شوفوني انا خير من فلان، ولا خير من بنك، ولا يبداو الولاد يبداو يلعبوا مع بعضهم، يبداو يعايروا في بعضهم. يعني يا ريت نحيو النقطه هذه، خاصه ما بين ولاد الخالات ولاد العمات هكذا. ما كله كما قلت لكم في الاول، المقارنه هذه تخليهم يوليو يكرهوا بعضهم. مثلا واحد جاب معدل مليح، واحد جاب مش معدل مش مليح، يولي غير منه، يولي يكرهه، تلقيه يتداق معاه، يتهاوش معاه هكاك في باطل ربي. علاه نوصلوا ولادنا للحوايج هذو؟ علاه نناقشوا الموضوع تاع النقاط تاع ولادنا، نناقشوه مع ايا كان. انا شخصيا ما نهدرش على المعدل تاع ولادي، جامي اللي جاب مليح نقولوا يعطيك الصحه بارك الله فيك وفرحتني ومنا وبيني وبينه، واللي ما جابش مليح ثاني نشجعه نقولوا الخطا الجايه قدر تجيب خير، الخطا الجايه نخدموا على نقطه خير من هذه بيناتنا. ابارسا تما انا باباهم وهما با بلوس. عندي الناس اللي قراب ليا هكا كيما ماما كيما اختي هكا كي نحكي معاهم كي نعود نحكي مثلا في حوايج ما لازمش يكونوا اولادي قاعدين. مثلا حبيتي تحكي على حاجه ولا ماشي قدام ولادك، ماشي هما يسمعوا حاجه غايضتك ولا كامل، عندنا انسان هكا لازم نحكيو عليه معاه، نحكيو على الشيء اللي غايضنا، الشيء اللي قايسنا، الشيء اللي قهرنا، كامل نحون عندنا انسان لازم نفرغوا معاه نحكيو معاه. بصح ماشي ولادك يسمعوا. يعني كي يعود ولادك يسمعوا دائما احكي عليهم بالمليح، احكي عليهم باللي تعبوا نجزوا، انا فرحانه به في كذا، انا فرحانه به في كذا. يعني هكذا انا نهضر لكم مع الناس المقربين. اما الناس اللي منا جيران يعني هكا صاحبتك تلاقيتيها في الطريق منا وتبداي تحكي على النقاط تاع ولادك، اعرفي باللي هذا الشيء راه يدمر لك النفسيه تاع ولادك. يعني ما راح تربحي والو. يعني ماشي اللي في قلوبنا كامل نبداو نهضروا ونحكيو ونخرجوا واش كاين كلش قدام ولادنا. انتي ترتاحي وعمري قلب ابنك يتعمر قلبه، يبدا يتضغط، تلقاي عنده مشاكل نفسيه، تلقاي عنده كاره القرايه. مع الوقت هو يمشي لك دوكا مثلا في راهو في بريمير، هو يمشي ويكره القرايه، هو يحسها حاجه مسؤوليه كبيره، او يولي يقرا بمتعه هكا، يتمتع، يحس بالانجاز، يحس بال حاجه مليحه ويدير في حاجه مليحه، يولي يحس في روحو يدير في حاجه ماهيش مليحه، راهي حاجه تقلقك وحاجه تقلق باباه ولا ناس بزاف خير منه، ولا حطيتيه في واحد الموقف يعني واحد الخلل يصرالو في يولي ما يعرفش يتعامل، يولي ما يعرفش يحكي مع خاوته، يولي دائما على العصبيه. يعني هكا ومن بعد نجيو نقولوا ولادنا علاه ولاو هكذا. عرفي بلي راهي من نتائج اعمالك، يعني راهي ماشي اللي راكي ديري فيه انتي.
دائما كي نجي تعاملوا مع ولادنا كما قلت لكم حطي روحك في بلاصتو، يعني قبل ما تبداي تهضري له اي حاجه حطي روحك في بلاصتو، هو راه حساس اكثر منك. يعني صراحه كما قلت لكم انت كوني يجي راجل كيقول لك كليت شخشوخه عند جارتنا ولا عند اختي ولا عند مامي، يقول لك كليتها عند ما خير من تاعك، رايحه دير لك ازمه نفسيه، يعني هذه كامل تتفقوا فيها يعني صراحه. وما بالك بالوليدات الصغار. فوالا هنايا نتمنى ان شاء الله كل وحده شافت الفيديو تاعي وسمعتني، بس مخلوش عليا بلي جام ولي كومونتير الحلوين اللي كيما نتوما، كل وحده تخلينا رايها وتخلينا كيفاش تتعامل مع وليداتها وكيفاش تستقبل نتائج تاع وليداتها في التعليقات، خلينا نتناقشوا يعني، وراح نرجع عليكم وحده بوحده. لأول مرة تشوف قناتي ودخلت عندي هنا نقولك مرحبا بك، تقدري تشتركي وتفعلي زر الجرس هكا باش يوصلك اي فيديو راح نحطه جديد على القناة. وكما وعدتكم مام في الفيديو هذا كل فيديو راح نخلي لكم موديل ولا زوج من اللي خيط، يعني من تصاميمي انا الخاصه، يعني تقدروا ديروا عليهم دي كابتور ديكرون، راهم في نهايه الفيديو. تلاقوا في الخير ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بالتوفيق لاولادنا كامل ان شاء الله. معليش لما نجحوش ولادنا تريمستر هذا مازال تريمستر الاخر ومن اللي وراه يعني ما جابوش نتائج مليحه في هذا، نحاولوا نخدموا على اللي جايين ان شاء الله. ولكن ما نجحوش ولادنا السنه العام الجاي ان شاء الله راح يكونوا خير. ماهيش نهايه العالم هكذا، يعني العام يتعوض، القرايات تتعوض، الصحه النفسيه والصحه الجسديه تاع وليداتنا ما تتعوضش. ربي يخلينا وليداتنا ويفرحنا بهم ان شاء الله. خليكم على الف خير مع الف سلامه.